الصمدي. تمريرة جميلة وضربة يوسف بونابات. إذا الحكم سعيد بالقولة ما ترددش في الإعلان على ضربة جزاء. ضربة جزاء لصالح فريق الجيش الملكي. لاحظوا الإعادة سماني تجاه يوسف بونابات. تدخل مصطفى عشاب. الحكم إعلان على ضربة جزاء لصالح فريق الجيش الملكي ورجل الاختصاص الحسين أشلة. أقول في أي حكم هذه موقع هذا إلا وغادي يعلن على ضربة جزاء أن مصطفى عشاب خرج بشكل سريع وكان هناك تقدم ديال بونابات اللي سقط أشلة. تنفرد وتسجل هدف تعادل لفريق الجيش الملكي بواسطة اللاعب حسين أشلة تتجه نحو الكاميرا. انتهى بالعرض البطيء كسرة قوية لم تترك أي حد للحارس مصطفى عشاب. إذا هدف التعادل لفائدة فريق الجيش الملكي بالضبط دقيقة 40. لاحظوا الفرحة ديال أنصار فريق الجيش الملكي بهدف التعادل. اللقاء من جديد تتغير فيه النتيجة. شيء أكيد أنه مع تغيير ديال النتيجة سيتغير الأسلوب والإيقاع ديال اللاعب. في الوقت اللي فريق الوداد البيضاوي كان أكثر تحكم في الكرة، فريق الجيش الملكي كيتمكن من تسجيل هدف التعادل بواسطة الحسين أشلة. إذا هدف واحد في كل شبكة بين الفريقين. انطلاقة اللقاء من جديد.